الأستاذ علي. علي ده شخص يعني أستاذ علي ده غير أستاذ علي اللي كان في أول المواقف. علي بيحكي وبيقول أنا بتفرج على أفلام الرعب ومدمن حاجة اسمها رعب من سن وأنا عندي 14 سنة. اللي حصل معايا ده حصل في سن 14 سنة. بالمناسبة أنا شغال في مصنع ملابس. يوم سبت كنت راجع من الشغل كده ولقيت العمارة كلها فاضية، ما فيهاش مخلوق. محدش يستغرب، العمارة مش ملبوسة ولا موضوع مسكونة، لا ده عادي. معظم الناس اللي ساكنة موظفين بيجوا المغرب، فاللي بيخرج اللي بيروح في عند أهله أو بس يعني المهم العملية يعني العملية بتبقى فاضية. اليوم ده والدي ووالدتي كانوا بره، كانوا في زيارة عند خالتي. عادي دخلت بقى شغلت التلفزيون، لقيت اعلان الفيلم رعب جديد. جهزت نفسي، بس اليوم ده مش عارف ليه انا افورت قوي جدا يعني. في اليوم ده طفيت النور وزودت بقى الجو الاثاره بتاع الرعب عشان ابقى قاعد بقى مندمج مع الفيلم. بصراحه كان مرعب جدا كمان. الفيلم خلص، الخيال اشتغل. مش عارف ده حقيقه ولا خيال، بس انا حاسس دلوقتي اني مش لوحدي في البيت وفي حد معايا، ومش اي حد. لقيت عيون حمرا تحت السرير، جريت عشان اولع النور ما بيشتغلش. لا ده النور قطع. طب النور قطع ازاي والتلفزيون شغال والنور مش عايز يشتغل؟ طب ده طبيعي؟ ببص على التلفزيون تاني، في حد بينادي عليا، علي علي علي. قربت اكتر وبركز، وفجأة وش بقى ظاهر جوه الشاشة. اغمى عليا، ما صحيتش غير على صوت والدي وهو بيقول لي انت كل يوم كده تنام في الصالة، هنشيلك ونحطك على السرير تاني ونمت تاني. صحيت من النوم على صوت المنبه، المفروض كده اروح بقى الشغل. قمت خدت دش وغيرت ونزلت. عندنا في البيت في الدور الاول مفهوش نور، فوانا نازل حسيت بحرارة شديدة، نفس حد قصادي. انا اترعبت ونزلت، اعصابي متدمرة من اللي حصل لي امبارح. فتحت باب العمارة وخرجت. الكائن اللي ظهر لي في التلفزيون ده لقيته بيجري ورايا. بقيت انا عمال بجري. الناس بتبصلي كأني هربان من جريمة قتل، وهو بقى عمال يظهر لي في كل حتة. وصلت المصنع مش على اعصابه، وشي باين قوي انه مخطوف. الناس هناك استغربت شكلي. لقيت اسلام جاي بيقول لي مالك؟ اسلام ده اعز صاحب ليا، يعني تقدروا تقولوا زي اخويا كده. حكيت له كل حاجه. قال لي طب تعالى انا هوديك عند عمي الشيخ صلاح. رحنا فعلا عند عمو، ما لقيناش حد. رجعنا، كانت اول مره اللي انا اروح له، اول مره يعني تقريبا كان في مشوار او حاجه ما كانش موجود. فرجعنا تاني عشان شارع المصنع. دخلنا شارع المصنع، لقيت ان الشيء ده واقف وماسك جمجمه فيها شبه من دماغي، وواقف وباصص لي. انا من الصدمه اغمى عليا. فوقت لقيت جنبي والدي ووالدتي والشيخ صلاح ومعاه اسلام والوسطى بتاعي. الشيخ قال لي خلاص كده يا علي، الموضوع خلص. ابويا كمان قال لي مفيش افلام رعب تاني خلاص، مشوفكش بتتفرج عليها تاني. قلت له حاضر. وبصراحه انا كنت محتاج ان انا ابعد، وكنت محتاج